السلام عليكم. بزاف ديال المرات كتحس بواحد التأنيب ديال الضمير لداخل، كتقول مع راسك انا مسلم وكنبغي الله، ولكن على الصلاة كتجيني ثقيله. علاش كنبدا السيمانه الاولى مزيان ومن بعد كنقطع الصلاة؟ واش المشكل فينا ولا كاينه شي حاجه خفيه كتسرق منا هاد الصله؟ اليوم غنهضروا بصراحه علاش ولينا كنقطعوا الصلاة وكيفاش نرجعوا لديك الراحه اللي فقدناها. اول حاجه خاصنا نعرفو هي اننا ولينا عايشين في عصر الملهيات. التليفون اللي في يديك دابا مصمم باش يخليك تنسى راسك. كتدخل تشوف فيديو واحد كتلقى راسك دوزتي بزاف ديال السوايع في السكرولينغ. هنا الدماغ ديالك كيولف على واحد النوع ديال المتعه السريع اللي هو الدوبامين. فاش كيجيك وقت الصلاه كيبان لك الوضوء والقيام بالصلاه هي شي حاجه ممله وثقيله على النفس. الصلاه كتطلب منك التوقف، أي توقف الوقت، وحنا ولينا في سباق مع الوقت. وكاين واحد الفخ كينصبوا لينا العقل ديالنا، هو فخ التسويف كيأدي الأذى. كتقول بلاتي غير نسالي هاد الماتش، ولا بلاتي غير نجاوب على هاد الميس، ولا بلاتي غير نجمع هاد البلاصة هي اللي كتخرج وقت الصلاة. وبمجرد ما كيخرج وقت الصلاة كتحس بواحد العجز نفسي، كتقول صافي مشى الحال، مشى الغدا ونبدا مقاد. هذه هي الخطة باش الشيطان كيخليك تبعد خطوة مورا خطوة على الصلاة. وخاصك تعرف بزاف منا كيقطعوا الصلاة حيت ما كيحسوا بوالو فاش كيصليو الصلاة. كتولي مجرد حركات رياضية كيديرها وهو كيفكر في الخدمة ولا في المشاكل ولا شنو غياكل فاش كيمشي. كتولي الصلاة حمل ثقيل ماشي راحة. والسر هنا هو اننا نسينا شكون كنقابلو في الصلاة. الصلاة ماشي ضريبة كتعطيها الله، الصلاة هي موعد مع الخالق باش ترشاه من ثقل الدنيا. فاش يأذن الأذان ما تفكرش في الصلاة كاملة، فكر غير في الوضوء. غير توضى النفس ديالك غتلقاها واجدة باش تصلي. ثانيا، الصلاة قبل كل شيء. دير في بالك واحد القاعدة ذهبية: لا عمل يؤخر الصلاة. الرزق والخدمة كيجيو بالبركة، والبركة مفتاحها الصلاة. ثالثا، البيئة ديالك. حاول تحيط بناس كيصليو. إذا كانوا صحابك كيقطعوا راه غيجروك حتى انت تولي تقطع معاهم الصلاة بلا ما تحس. وفي الخاتمة بغيت نقول ليه الله كيتسناك ترجع، وما كيهمش شحال من مرة قطعتي. المهم هو فوقاش غتبدا الصلاة هي الخيط الأخير اللي رابطك بالسعادة الحقيقية. إلا تقطع الخيط غتبقى كتحس بشي حاجة ناقصاك واخا يكون عندك كل شيء. جرب اليوم، توضى وصلي ركعتين وذوق طعم الراحة اللي ما كاينش حتى شي تطبيق في العالم وما كاينش بحال. وحتى لهنا غيكون سال الفيديو ديالنا، نتلاقاو في فيديو جديد.